السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أي حاجة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة تنحل بها العقدة وتنفرج بها الكرب وننال بها منازل الشهداء والصديقين. النهاردة إن شاء الله هنقول مع بعض تفسير رؤية قراءة أواخر سورة ياسين في المنام. وحابة أذكركم أن تفسير الأحلام ما هو إلا اجتهادات، والله تعالى أعلى وأعلم. وفضلا وليس أمرا، القناة لسه جديدة ومحتاجة لدعمكم، فاللي لسه ما اشتركش في القناة ينزل يدوس على زر الاشتراك ويفعل كلمة الكل عشان يوصلوا كل جديد. وبالله عليكم تخرجوا من الفيديو قبل ما تحطوا اللايك وتنزلوا تصلوا على النبي في الكومنتات. ربنا يرزقنا ويرزقكم خير الدنيا والآخرة. ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم نصر عزيز مقتدر وارنا في من ظلمهم عجائب قدرته. تدعوا لي بالعوض الجميل، ربنا يرزقنا ويرزقكم خير الدنيا والآخرة. أسفة على الإطالة، قراءة أواخر سورة ياسين في المنام من الحاجات الجميلة ومن الرؤى المحمودة الطيبة، واللي بتدل على صلاح حال الرائي أو الرائية، وكمان بتدل على النجاة بصفة عامة. والله تعالى أعلى وأعلم. وإذا رأى الرجل المتزوج قراءة أواخر سورة ياسين في المنام، فده بيدل على نجاته من المكائد اللي بتدبر ليه في حياته بصفة عامة، سواء في شغله أو في أي شيء، ونجاته منها بأمر الله تعالى. والله تعالى أعلى وأعلم. وإذا رأت المرأة المتزوجة إن هي بتقرأ أواخر سورة ياسين في المنام، فده بيدل على نجاتها من المكر نجاتها من المكر والمكائد اللي بتدبر ليها من اللي حواليها، وان ان شاء الله ربنا هيحميها ويحفظها، وكمان هيبارك في ايامها اللي جايه. ومدام بتداوم على قراءه سوره ياسين بنيه ان ربنا يحفظها. والله تعالى اعلى واعلم. كمان قراءه سوره ياسين، قراءه اواخر سوره ياسين في منام العذباء بيدل على صلاح حالها واستقامتها. والله تعالى اعلى واعلم. كمان قراءه اواخر سوره ياسين في منام الاعزب بتدل ايضا على تدين وصلاح حال. والله تعالى أعلى وأعلم. أسفة على الصوت. كمان قراءة سورة ياسين، أواخر سورة ياسين في منام المرأة المطلقة والأرملة بيدل على تحقيقها اللي هي لأحلامها وطموحاتها اللي كانت عايزاها وبتسعى ليها الفترة السابقة. وكمان نجاتها من المكائد، واللي يعني نجاتها من المكائد والأذى اللي بيدبر ليها، وانتصارها على خصومها. والله تعالى أعلى وأعلم. كمان قراءة أواخر سورة ياسين في منام المرأة الحامل بيدل على حفظها هي وجنينها، وإن إن شاء الله هتقوم بالسلامة هي وجنينها بسلام ومعافاة. والله تعالى أعلى وأعلم.